مساء الخير وتحية طيبة وطابت أوقاتكم بكل خير في هذه الإطلالة الخفيفة واللي محورها هو البطولة الوطنية الاحترافية والميركاتو الهبال لفريق الجيش الملكي والبركان وفريق الرجاء البيضاوي والوداد الرياضي بالأخص بمجموعة من اللاعبين من البرازيل وجنوب إفريقيا إلى أوروبا. اليوم غنتحدثوا على هذا الميركاتو أو الثورة الغير مسبوقة في تاريخ الميركاتو الفرق الوطنية المغربية باستقطاب الوداد 19 لاعب من جميع أنحاء العالم بمشيئة السميع العليم. بداية نصلي ونسلم على رسول محمد بن عبد الله، وبغيتكم تدعموا هذه القناة باشتراك، فعلوا إعجاب ويلا على بركة الله. إذا بداية نبداو بالجيش الملكي اللي داروا ميركاتو متزن ب 11 لاعب اللي غادروا الفريق وجابوا 11 لاعب ومنهم اللاعب الكونغولي متميز جوبيا وحارس الحمياني واللاعب بن طيب اللي كان ديال الرجاء وديال زمامرة مؤخرا. اذا الفريق العسكري صرحوا 11 لاعب وجابوا 11 لاعب اخر وكان ميركاتو جميل ومعتدل مع المدرب البولندي ومتوازي ايضا. اما الرجاء الرياضي البيضاوي بنفس العدد جابت 11 لاعب وترفع عليها الفريق المنع الخارجي وباقي المنع الداخلي. اذا فريق الرجاء يصرح كل من المدرب زيمباور وموهوب واللاعب مكعازي ورياض بن عياد، اذا لاعبين الممتازين. وجابوا في اخر الدقائق نجار ديال اولمبيك اسفي على مستوى الاطراف والهجوم، وجابوا بال ديال غينيا الدولي واحسن لاعب بصراحه المدافع اللي جا من هولندا بن عيسى عمر، والمفاجاه واللي غيعوض بالمقدم في الفريق الرجاء الرياضي. اما بركان داروا ميركاتو جميل ولا اجمل باسماء وازنه لكل من هشام منعوت لاعب اتحاد توارقه. هذا اللاعب كيعجبني انا شخصيا سابقا، لاعب اللي كيلعب كظهير ايمن وايسر، واحسن صفقه بالنسبه للبركان هو المحبوب الجماهير المغربي حارس الكبير منير المحمدي، واللاعب الرياحي اللي كيلعب في الوسط وسانتوس اوسوميلا. اما بالنسبه لفريق الوداد فقامت بميركاتو الهبال، ميركاتو ولا في الاحلام وعلى نار، واللاعب هو البرازيلي لاسيمو ارتر واللي هو الصفقه الاكبر والاغلى، وجوج برازيليين اخرين، وكاين كاسيوس وميلو ولاعب جنوب افريقيا، ولاعب المغربي عبد المنعم بوطويل ايضا من جنوب افريقيا، وجابوا غلال من لاميسيا وثلاثه لاعبين من فرنسا هو من ناسي وليد الشادلي والساخي من اجاكس، ثم الرياحي اللي كان في السعوديه، ثم عناصر بحال بن قطيط ناسيك عمر موق اللي كان في قبرص. يعني كوكتيل جميل على مستوى الصفقات. وايضا المدافع السنغالي ميانغ ومدرب الكبير ماكوينا غني عن التعريف. اذا ميركاتو كبير وجميع القنوات العالميه كتحدثوا بوسائل اعلام عالميه وعربيه على هذا الميركاتو. اذا كتمناو الفرق المغربيه المزيد من التالق والتوفيق، وكتمناو يعودوا عوده قويه لكل من الرجاء والوداد والجيش الملكي وبركان بمزيد من الالقاب العالميه والافريقيه. والى اللقاء الى الملتقى باذن السميع العليم.